بابا انت عارف يعني ايه مصر؟ عارف يعني ايه مصر؟ انت عارفه يعني ايه مصر؟ اه. طب قولي لي يعني ايه مصر. مصر اتسمت على حفيد سيدنا نوح اللي كان اسمه مصرايم ابن حام ابن نوح. بصي، انت كلامك صح، وده معظم الناس بتردد الكلام ده، بس ده مش مظبوط. طب انا هسألك سؤال، سيدنا نوح الاول ولا المصريين القدماء الاول؟ سيدنا نوح. سيدنا نوح. طب المصريين القدماء، مصر كان اسمها مصر ايام المصريين القدماء؟ لا، كان اسمها كيمت. كيمت يعني الارض السوداء. الارض السوداء اتسمت الارض السوداء اللي هي باسم كيمت باللغة المصرية القديمة، ان هو مصر ضفاف نهر النيل، التربة لونها اسمر بسبب مية النهر والطمي اللي بيجي، الارض اللي هي الصالحة للزراعة حوالين ضفاف النيل. ده حاجة. الحاجة التانية، بعد فترة طويلة ايام المصريين القدماء برضك اتغير اسم البلد وبقى اسمها هاك اك بتاح، ارض الاله بتاح، وكانت بيتقال عليها في العامية هيكو بتاح. طبعا هيكو بتاح، وهنبدأ نقول لك دلوقتي جت مصر منين، وجت كلمة ايجيبت منين، وجت كلمة ان هو مصر قبطي او الاقباط اللي هم المصريين، لان طبعا المصريين كلنا اقباط. القبطي لا يطلق على المسيحي فقط، بيطلق على المصريين عامة، مسلم ومسيحي. فعشان كده هبدأ اقول لك هيكو بتاح ده اللي هو ايه، الطريقة العامية بتاع هاك، او اللكنة العامية بتاع هاك اك بتاح. هيكو بتاح لما جم الاغريق في عهد الاسكندر الاكبر ما كانش بيعرفوا ينطقوا بعض الحروف اللي هي في الوقت دوت، زي حرف اله، فعشان كده اتحرفت لهيكو بتاح، بقت ايجيبتو. وطبعا الاغريق احنا عارفين ان هو في النهايه كده بيقولوا ايه، ايجيبتوس، فبقى اسمها ايجيبتوس. وطبعا في اللغات اللي هي التانية زي اللغة الإيطالية أو الإنجليزية، كل واحدة ليها النطق بتاعها، الإنجليزي إيجيبت، الإيطالي إيجيبتا. وإيجيبتا دي بقى برضك من ضمن الحاجات اللي هي اتحرفت. العرب لما عرفوا مصر، إيجيبتا ما كانوش اللي هو الجيم ما كانوش بينطقوها جيم، كانوا بينطقوها قاف. اللي هو الإيجيبتر كانوا بينطقوها بحرف القاف، بقت اتحرفت برضك وبقت قبط. عشان كده اسم قبط ارتبط بالمصري ان هو مصري. طيب ده حاجة. الحاجة التانية، قال لك ان هو في اللغات اللي هي زي اللغة البابلية واللغة الأشورية، مصر كان ليها أسامي تانية، زي مثلا مشر، وزي ميجر. كل دي أسامي كانت موجودة في اللغات التانية. فمعنى كده ان هو مصريم زي ما انت ما بتقولي حفيد سيدنا نوح، لا، يبقى هي المعلومة مش صح. وبعد كده العرب ثبتوا اسم مصر من اللغات بقى الشرقية، زي اللغة اللي هي البابلية او اللغة اللي هي الاشورية. قدرنا ان هو العرب يطلقوا عن طريق ميجر ومشر، قدروا ان هم يثبتوا بقت مصر. وبقت مصر او بالمسمى اللي احنا بنسمعه دلوقتي ودنا واخده عليه من بعد الفتح العربي اللي هو سيدنا عمرو بن العاص لما دخل مصر، بقت مصر لغايه النهارده. عرفتي كده يا ستي؟ اه. ماشي يا ستي. شكرا. يلا باي باي.